أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيطيب لي في هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر رجب لعام 44 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أتواصل مع إخواني الفضلاء وأحبتي النبلاء في هذا الملتقى، ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، في مجلس ثاني من مجالس مدارسة رسالته المنهجية القيمة في بابها، والموسومة بمنصب الإمامة الكبرى أحكام وضوابط. وقد من الله جل وعلا علينا في الأربعاء الماضي أو ليلة الخميس الماضي افتتاح هذه الرسالة، وما ذكره الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في أهمية الإمامة ومسؤولية الناس إلى الإمام، وخطورة هذا المنصب، ومسؤولية الإمام في سياسة الناس وفق شرع الله عز وجل، وحاجة الناس إلى تنصيب الإمام، وطرق انعقاد الإمامة الكبرى من الاختيار والبيعة، وثبوت البيعة بتعيين ولي الأمر أو ولي العهد، أو ثبوت البيعة بتعيين جماعة تختار ولي العهد، أو الطريقة الرابعة في ثبوت البيعة بالقوة والغلبة والقهر. وذكر الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى مفاسد الخروج على الإمام ولو كان متغلبا، وانعقاد إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب طاعته، وأنه لم يخالف في ذلك إلا الخوارج المارقة. ومواصلة لهذه الرسالة، فإن الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى جعل بعد ذكر منصب الإمامة وحاجة الناس إليهم مما سبق، جعل بعض الأسئلة المتعلقة في هذا الباب، في باب مناصحة ولاة الأمور، في باب حكم المظاهرات والمسيرات، في باب التشهير بولاة الأمور، إلى غير ذلك، حتى تكتمل الفائدة. وهذه الليلة بإذن الله عز وجل نأخذ سؤالا مهما جدا في بابه، في ضوابط نصيحة أئمة المسلمين حكاما وعلماء. فقد ورد إلى الشيخ حفظه الله هذا السؤال: نرجو من فضيلتكم بيانا حول حديث النصيحة المشهور، وأين يمكن تصنيف العلماء والدعاة والأئمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهل توجيه النصح للعلماء والدعاة وتبيين أخطائهم عن طريق شبكة الإنترنت يعد من النصح المشروع؟ وكيف يتم نصحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ هذا سؤال مهم جدا جدا، والشيخ أجاب. وقبل البداءة في جواب الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، أود أن أنفع نفسي وإخواني بكلام ماتع قيم للعلامة ابن جماعة الدمشقي ثم المصري الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فله كلام مهم جدا في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في الصفحة 61 والثانية إلى 64 شيئا من حقوق وواجبات الحاكم على الأمة. قال رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ابن جماعة، والكلام لابن جماعة وليس للشيخ فركوس حفظه الله، يقول ابن جماعة رحمه الله:
للسلطان والخليفة على الأمة 10 حقوق: حقوق ولي الأمر، حقوق الإمام. قال: للسلطان والخليفة على الأمة 10 حقوق. الأول: بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، إلا أن يكون معصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الإمام ونوابه عند الأكثرين، وقيل هم العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال ابن جماعة رحمه الله: فقد أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر، ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال. الثاني، وهذا هو محل الشاهد: بذل النصيحة له سرا وعلانية. بذل النصيحة له سرا وعلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فخص ولاة الأمر بالنصيحة لما فيه من أداء حقهم وعموم المصلحة بهم. الثالث: القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه من نصرة المسلمين وكف أيدي المعتدين. الرابع: أن يعرف له عظم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامله بما يجب له من الاحترام والإكرام، وسيأتي معنا في الجواب، وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فخلاف السنة. الخامس: إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لما جعل الله إليه من الخطأ فيه. السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء أو حاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منهم أو من غيرهم، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. السابع: إعلامه بسير عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر في نفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. الثامن: إعانته على ما تحمله من أعباء مصالح الأمة ومساعدته على ذلك بقدر الإمكان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور. التاسع: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أحوال الملة. العاشر: الذب عنه بالقول والفعل والمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. انتهى كلام ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى في تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. والشاهد من قوله رحمه الله تبارك وتعالى في حقوق الحاكم على الأمة الثاني، وهو نص السؤال الذي ورد إلى الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في قول ابن جماعة رحمه الله الثاني، يعني من حقوقهم على رعيتهم: بذل النصيحة لهم سرا وعلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى جوابا على هذا السؤال في بيان حول حديث النصيحة المشهور:
قال: ينبغي على المسلم أن يعلم أن للخلق حقوقا عليه وآدابا يلزمه القيام بها إزاءهم، سواء كانوا أقاربه أو جيرانه أو إخوانه أو غيرهم. وهذه مما هو معلوم لدى الجميع أن على المسلم حقوقا تجاه غيره. قال: ومن هذه الحقوق والآداب التي يسلك سبيلها مع الخلق أن يبين لهم الخير في الشيء الذي يريد أن ينصحهم به، ويطلعهم على الصواب في الأمر الذي يقصد توجيههم إليه، إحسانا إلى الخلق صادرا عن رحمة ورقة للمنصوح لهم، وعبادة خالصة بالنصيحة، وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى. فالنصيحة يا إخوتاه ليس من باب التزلف أبدا، وإنما هي عبادة، بل موقعها من الدين موقع وقفة عرفة في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، قال: ها هنا الدين النصيحة. قال: ومن منطلق الأخوة الإيمانية فإن أعظم من يفي لهم بحق النصيحة مع القيام بواجبها اتجاههم هم أئمة المسلمين عامة، سواء كانوا أهل الأمن والاستقرار من الحكام وأهل الإرشاد والدلالة من العلماء. نفهم من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين، أن أئمة المسلمين على نوعين: أهل أمن واستقرار وهم حكامهم، وأهل إرشاد ودلالة وهم العلماء. قال: ذلك لأن أهل العلم بالقرآن والسنة وحملة الفقه والحكمة والاجتهاد والدعاة إلى الله بالحجة والبرهان يصنفون مع أئمة المسلمين من الحكام والأمراء وقادتهم ومن ينوب عنهم، وتشملهم جميعا عبارة ولأئمة المسلمين الواردة في حديث النصيحة المشهور. فحكام المسلمين يسوسون الناس في دنياهم، وعلماؤهم يوجهونهم إلى الله عز وجل والدار الآخرة. ولهذا فرق الشيخ ها هنا في هذه اللطيفة، فقالوا سواء كانوا أهل أمن واستقرار وهم الحكام، وباستقامة الحكام ووجودهم وتوليتهم على المسلمين وسياستهم بما أمرهم الله عز وجل يحدث الاستقرار ويحدث الأمن، أو أهل إرشاد ودلالة على طريق الله عز وجل والدار الآخرة وهم العلماء. قال: وهم المقصودون، وتشملهم جميعا عبارة ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين الواردة في حديث النصيحة المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من حديث تميم الداري رضي الله عنه. قال: وهم أولو الأمر، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالعلماء هم قادة الأمة بشريعة الإسلام، والحكام والأمراء قادة الأمة بالسلطة والتنفيذ. ولهذا جعل الله عز وجل طاعة أولي الأمر وهم العلماء والحكام تبعا لطاعة الله عز وجل ورسوله، فكانت طاعتهم في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يعد فعل أطيعوا في أولي الأمر منكم، دل على أن طاعة أولي الأمر منكم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله: وقد جعل الله سبحانه طاعة أولي الأمر تابعة لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد والطبراني، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع.
قال الشيخ: ومما يدل على جواز إطلاق اسم أولي الأمر على العلماء قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد أوجب الله الحذر بإنذارهم وألزم المنذرين قبول قولهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذ ليس لغير العلماء معرفة كيفية رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، فدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما. وهذا ذكره الإمام أيضا القرطبي وغيره رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن أهل العلم مبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. قال حفظه الله: وقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمستنبط إنما هو العالم الفقيه الذي يستخرج الحكم باجتهاده وفهمه. فدلت الآية على أن القياس والاعتبار حجة في الشرع وأنه صفة لأولي الأمر. فلذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن أولي الأمر هم العلماء حيث كانوا، وهو قول جابر ومجاهد وغيرهم من أئمة السلف. وبه قال مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولا مانع ولا تعارض، يقول الشيخ، من إرادة الصنفين معا، الحكام والعلماء. فالعلماء كما مر أهل الإرشاد والدلالة يستند إليهم في أمر الشرع والعلم به، والحكام والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه. فبصلاح العلماء والحكام تصلح الأمور وتستقيم، وبفسادهم تفسد الأمور وتضطرب وتنحرف. إذا فسد العلماء وفسد الحكام والأمراء اضطربت الأمور وانحرفت عن الطريق المستقيم. ولهذا صلاح العلماء وصلاح الأمراء نعمة من نعم الله جل وعلا، وضمان لبقاء الأمة في الأمن والاستقرار مع الثبات على الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة يعني الحكام، وأهل العلم والكلام وهم العلماء. قال رحمه الله: فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكان من أقوال السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى: فإذا تقرر هذا فإن طريقة النصيحة في قوله لأئمة المسلمين، فإن طريقة النصيحة التي يحصل بها المقصود وتسلم من المحذور هي التي تحاط بجملة ضوابط أضعها بين يدي الناصح، وهي: من رام أن ينصح لأولي الأمر سواء العلماء أهل الإرشاد والدلالة أو الحكام أهل الأمن والاستقرار، فعليه بهذه الآداب: أولا الإخلاص في النصيحة وابتغاء وجه الله بها، لأن النصيحة عبادة وإحسان وشفقة وغيرة على المنصوح، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا، وجعل مكانتها في الدين كما سلف كمكانة عرفة من الحج، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. فالنصيحة مكانتها في الدين عظيمة فجعلها دينا، الدين النصيحة.
بمعنى عبادة، ولا بد للعبادة من إخلاص، أن يقصد العبد التقرب إلى الله جل وعلا ببذل هذه النصيحة، لا يقصد الزلفى لأصحاب النصيحة ولا التقرب إليهم من أجل أن يمدحوه، ولا ينتظر متاعا، ولا يدندن حول هذا الأمر نكاية في أهل السنة كما يفعله هؤلاء المحرفون المشاغبون الذين يرمون علماء السنة، وأخص بالذكر يرمون الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى بالسرورية والتكفير وغير ذلك، فيعلنونها أن الشيخ من السرورية والتكفيريين، وهذا من باب النصيحة، وهذا يتعارض مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن الإخلاص في النصيحة له أمارات وعلامات، ومنها سيأتي معنا الإصرار في هذا الأمر وهو الأصل، الإصرار في هذا الأمر وهو الأصل إلا ما استثني في حالات وضوابط. ولهذا الذي يدندن دائما على المنابر في النصيحة لولاة الأمور، ليس من هدي السلف أن ينصح دائما وأبدا على المنابر إلا ما سيأتي معنا من ضوابط بإذن الله عز وجل. ولهذا ترى هؤلاء الذين يدندنون هذه الأيام حول اتهام الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى بالسرورية والتكفير وتبرئتهم لرؤوس الخوارج من التكفير، تجدهم إلا ما رحم الله لا يبذلون النصيحة لولاة الأمور. وفي المقابل لنا من العلم والمعطيات أن الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى ينصح سرا لولي الأمر كلما وجد إلى ذلك سبيلا. فضابط هذا كله الإخلاص في النصيحة، وأنها عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لذلك ينبغي يقول الشيخ أن يكون المراد منها وجه الله تعالى ورضاه، والإحسان إلى خلقه، والحذر من اتباع سبل الهوى والتماس حظوظ النفس بالتأنيب الذي يقصد به الإهانة والشتم في صورة النصح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في معرض التفريق بين النصيحة والتأنيب في كتابه الروح في قوله: النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه، فهو إحسان إلى من تنصحه، فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه. والإحسان إلى خلقه فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته من اللوم، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح. والذي يرى حقيقة منهج الشيخ فركوس حفظه الله يراه نحسبه والله حسيبه في هذه الخصال، رغم التضييق عليه، ورغم زهده في المناصب، ورغم الحيلولة بينه وبين بيوت الله عز وجل لنشر العلم وغير ذلك، إلا أن هذه الأمور لا تمنعه من بذل النصيحة وعدم غش ولاة الأمور والتلطف معهم إلى غير ذلك. بخلاف قال: وأما المؤنب فهو، يقول ابن القيم، رجل قصده التعيير والإهانة وذم من شتمه في صورة النصح، فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحق الذم والإهانة، في صورة ناصح مشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه لم يعرض له ولم يقل له شيئا ويطلب له وجوه المعاذير،
فإن غلب قال وأني ضمنت العصمة والإنسان عرضة للخطأ ومحاسنه أكثر من مساويه والله غفور رحيم ونحو ذلك. فيا عجبا، يقول ابن القيم، كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه، وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في سورة النصح، وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام ينطبق حرفيا على مظهر مذهب السلف في هذه البلد، وهو العلامة محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، ومظهر منهج التكفير والخروج علي بالحاج. فقولوا لي بالله بربكم، يعني كيف يأتي هؤلاء المحرفون والمعترضون والمنكرون فيسوون بين هذا وهذا؟ والله المستعان. الأدب الأول الإخلاص. قال ثانيا تطهير القلب من الغل والغش في مناصحة أئمة المسلمين، فيحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، لأن النصيحة منافية للغل والغش ولا تجامعهما بحال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله في الحديث المعروف: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وأيضا قال المناوي في فيض القدير فيما نقله عن ابن حجر رحمه الله: حديث زيد هذا صحيح. هذا الحديث قال الشيخ ذلك لأن هذه الثلاث تنفي الغل والغش، مفسدات القلب وسخائمه، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وقد نقلت كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، الشيخ ما ذكره، لكن أنا سأذكره لأنه كلام مهم جدا جدا. الشيخ ذكره في الهامش، فلما رجعنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله حول هذا الحديث قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه ال3، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. قال: فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة والإيمان وخاتم الأمان. هذا أمر مهم جدا في باب الإخلاص. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وقوله مناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل،
إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم، وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها، لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من مفتاح دار السعادة، كما وجه الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى حول هذا التعليق الماتع لهذا الحديث المهم جدا في أدب النصيحة لأئمة المسلمين وأئمة المسلمين في تطهير القلب من الغل والغش. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وهذا الحديث أيضا دل دلالة واضحة على أن فلاح الناس في دينهم ودنياهم هو في تحقيق هذه الثلاث، تحقيق هذه الثلاث: الإخلاص، إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم الجماعة. هناك كلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال رحمه الله: لم يقع الخلل أو خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. وجمع هذا الحديث العظيم ما يقوم به دين الناس ودنياهم، فهو من جوامع الكلم الذي أوتيه رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله إنما أوتيت جوامع الكلم. وهناك أيضا وقفت على كلام رائع لشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 18 و19. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا عظم هذا الحديث وما دل عليه، قال: وهذه الثلاث، يعني إخلاص العمل، مناصحة أولي الأمر، لزوم جماعة المسلمين، قال ابن تيمية رحمه الله: تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص
فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. يقول رحمه الله: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الكلام الماتع النافع، وكما يقولون لا عطر بعد عروس. وقال ابن الأثير رحمه الله في هذا الحديث في النهاية، يقول ابن الأثير في قوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة، والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. يعني أن هذا الأمر، الإخلاص والنصيحة لولاة الأمر المسلمين ولزوم الجماعة، هذه من شمائل وخصائص أهل السنة وليست أهل البدعة. قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في الأدب الثالث من آداب نصيحة ولاة الأمور أو أئمة المسلمين: ثالثا، التأكد من وقوع المنصوح في مخالفة أو منكر قضت بذمه النصوص الشرعية أو دلت على حكمه الأصول الشرعية. فإن تثبت الناصح من حقيقة المخالفة أو عين المنكر وعرف مرادهم منه، نظر إلى سيرتهم في حكمهم ودعوتهم، فإن كانت حسنة حمل كلامهم على الوجه الحسن، لقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وإن كانت سيرتهم غير ذلك حمل كلامهم على الوجه السيء، لقوله تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أما إذا عرف مراد كلامهم ولكنه جهل حكم الشرع فيه، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ومن جهل الشيء عاداه. قال: أما إذا عرف مراد كلامهم لكنه جهل حكم الشرع فيه، فالواجب أن لا يتدخل بنصيحة غير مصطبغة بالحق، ذلك لأن العلم ما قام عليه الدليل وشهد له البرهان وأيدته الحجة. هذا الأدب فيه التأكد من وقوع المنصوح في المخالفة أو المنكر، والمخالفة والمنكر ما دلت عليه الشريعة أن هذا منكر وأن هذه مخالفة، فالمعروف ما دلت عليه الشريعة أنه معروف شرعا، والمنكر هو ما دلت عليه الشريعة أنه منكر شرعا. رابعا من وجوه النصيحة لأئمة المسلمين، قال الشيخ: محبة صلاحهم ورشدهم وعدلهم وما يحملونه من علم وتقوى، ومحبة اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ حفظه الله: والتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه، والدعاء لهم بالثبات والتقوى والصلاح والتوفيق والسداد. والدعاء لولاة الأمور ولأئمة المسلمين الناس فيه بين زاهد وبين
غال يريد حطام الدنيا ومتاعها، وقليل ممن يدعو لولاة أمور المسلمين فيما بينه وبين ربه جل وعلا. لأن من المعلوم أن من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق، لأن في صلاحهم صلاح للبلاد والعباد. ولهذا البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وحدثنا يقول مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، كنية الفضيل، يا أبا علي فسر لنا هذا. فقال: إذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. قال البربهاري رحمه الله: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه أطيب الطعام، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأخيار والأبرار، فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا. وهذا الكلام نقله الطرطوشي رحمه الله في سراج الملوك. ويقول أبو عثمان بن إسماعيل الزاهد رحمه الله قال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادع لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. وقال المروزي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله، وذكر الخليفة المتوكل، فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لأن حدث به حدث لتنظر ما يحل، ولئن حل به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالة إلى أهل الثغر قال: وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعتهم وعلى التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين والتبر ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ فركوس حفظه الله ماذا يقول ها هنا؟ محبة صلاحهم ورشدهم وعدلهم وما يحملونه من علم وتقوى ومحبة اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه والدعاء لهم. فالدعاء هذا أمارة على السنة وعلامة على أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق الآيات والأحاديث والآثار الدالة على وجوب الإمامة وفضلها والسمع والطاعة لولاة الأمر، وبين منهج السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمور، قال رحمه الله: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات، لم يأخذ بما يعجز عنه. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد
ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأئمة أو للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالى. قال فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك. ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا ابن آدم أنت تحتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. والحديث عند الترمذي. قال شيخ الإسلام: وأصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم جدا في هذا الباب. ونقل شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام أحمد حين قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوا به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر وهو القول بخلق القرآن. أنت ترى أن هؤلاء الآن الذين يتهمون الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى منهم المعترض قبل سنتين فقط كان عقد أو خطب خطبة الجمعة في ولاية من الولايات، ولاية تيزي وزو، بدون رخصة، ثم ولي الأمر أو أحد نوابه في وزارة الشؤون الإسلامية رفعت به دعوى قضائية. فلو ترى حال هذا المعترض وهو في هذه الدعوة القضائية وكيف يدعو عليهم وكيف يستنزل اللعنات عليهم لوليت منه فرارا ولبرئت منه رعبا. ولما ترى الشيخ فركوس كيف هو ينشر علمه على قارعة الطريق وفي مكتبة ضيقة وهو يمشي إلى الجامعة وهو يخرج من الصلاة ويدخل إلى بيته إلى غير ذلك مع صبره ومع ما نعلم من بعض نصائحه إلى ولاة الأمور، لرأيت حقيقة الفرق بين المخلص الناصح وبين الناصح نصيحة عامة أو ظاهرة لغرض من أغراض الدنيا، والله المستعان. من وجوه النصيحة لأئمة المسلمين يقول الشيخ فركوس حفظه الله: تصديقهم بما يروونه من الأحاديث وما أدلوا به من الآراء والأقوال التابعة من اجتهاد المبني على مصادر التشريع ومداركه ما داموا رعاة للعلم وأهلا للثقة، وهذا خاص بالعلماء. وبناء عليه فليس من حق الناصح بالضرورة أن يجد صدى إيجابيا لنصيحته. أنت أديت ما عليك، فلست مطالبا بأن هذا النصيحة تجد آذانا صاغية أو تجد استجابة واسعة. فإن تضمنت نصيحته حكما عقديا ثابتا عند أهل السنة والجماعة أو حكما شرعيا مجمعا عليه أو حكما راجحا مؤيدا بقوة الأدلة، فإن قبلوا نصيحته فإنه يحمد الله على توفيقه لقبولهم لها ويتعاون معهم عليها.
وإن كانت الأخرى وهو عدم القبول فعزاؤه أنه أدى الواجب نحوهم ولا يتعاون معهم فيما خالفوا فيه الحق، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والناصح لا يعادي من ينصحه إذا لم يقبل نصيحته، بل يدعو لهم بالهداية والسداد، بخلاف المؤنب فإنه بضد ذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله آنفا في كتاب الروح. ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال وقد وقع أجري على الله قبلت أو لم تقبل، ويدعو لك بظهر الغيب ولا يذكر عيوبك ولا يبينها في الناس، والمؤنب بضد ذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت نصيحته خاوية مما سبق تقريره من أن قوله مرجوح أو ليس عليه إجماع أو نحو ذلك، قال فلا يتحامل عليهم إذا تركوا العمل بنصيحته لاحتمال عدم تضمنها في نظرهم فقها سليما أو حكما أو واجب الأخذ به، أو كانت النصيحة خارجة عن الموضوع الذي قرروه فتقع على غير وجهها ومرماها، أو ألزمهم بمقتضى حديث لم يعملوا به لعلة كضعف ونحو ذلك، أو تركوا العمل بها بما لا مبلغ له من العلم ونحو ذلك، فلا ترفع إليهم نصيحة حكم مضمونها منسوخ أو مرجوح أو مردودة بالنصوص الشرعية أو مدفوع بالإجماع، أو تمثلت النصيحة في قول مخالف للقياس والمصلحة والاعتبار. وأيضا من ما تتضمنه ومن وجوه النصيحة لأئمة المسلمين تذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، بمعنى أنهم لا يداهنونهم، وهذا من محبة الخير لهم، لأنكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن النصيحة لهم ولولاة الأمر تذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتعريفهم بالأخطاء والمخالفات التي وقعوا فيها برفق وحكمة ولطف، والأصل في وعظهم أن يكون سرا، هذا هو الأصل، والشيخ لم يخرج على هذا الأصل، وهذا الذي قرره في فتوى الإنكار العلني، أن الأصل وعظهم سرا ونصيحتهم سرا، وإذا طلبوا تقديم النصيحة أمامهم علنا وفتحوا على أنفسهم باب إبداء الرأي والانتقاد وأذنوا فيه فيجوز نصيحتهم بالحق من غير هتك ولا تعيير. إذا أذنوا أن يفتح باب النصيحة علنا وفتحوا لأنفسهم باب إبداء الرأي والانتقاد وأذنوا فيه فيجوز نصيحتهم بالحق، لكن بآداب من غير هتك ولا تعيير، لأن هذا ينافي الجانب الأخلاقي. قال ولا خروج بالقول والفعل لمخالفته لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة. ويتم وعظهم سرا إما عن طريق خطاب سري مرسل إليهم عبر البريد، والحمد لله الآن موجود البريد الخاص أو الإلكتروني، قال حفظه الله، أو بتسليمه يدويا من قبل ثقة، أو بطلب لقاء أخوي يسر إليهم فيه بالنصيحة ونحو ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنصيحة في مجال الدعوة والتعليم والإعلام. والعلماء ولله الحمد والمنة فيما أعلم أنا فقط في علم القاصر في هذا الباب قد وفوا في هذا الجانب. الشيخ ربيع حفظه الله أرسل نصيحة لولي الأمر السابق، وكذلك الشيخ عبيد، وكذلك الشيخ فركوس، يرسلون أهل العلم، أهل السنة يرسلون فيما بينهم وبين ولاة أمورهم، يلتمسون الأجر والثواب من الله جل وعلا.
وأما هذه الببغاوات وهذه الصيحات التي هي أشبه ما يكون بصيحة في واد أو نفخة في رماد، مع طول مخالطتنا لهم لا يعلم الله أنهم نصحوا أو كتبوا أو بينوا لولاة أمورهم أو أرسلوا، بل لما جاءت الفرصة لذلك تخلفوا عن النصيحة الشرعية وذهبوا إلى حطام الدنيا ومتاعه وطلب المسؤوليات وطلب أغراض وأعراض هذه الدنيا وأمراض النفس الأمارة بالسوء، والله المستعان. ثم العجب العجاب الذي يذهب باللب واللباب أن تراهم يرمون أهل السنة الناصحين، يرمون الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى بالسرورية والتكفير والغوغائية إلى غير ذلك، وهم أولى بهذا الوصف، وازداد بهم الحقد والحسد والضغينة والغل والغش أن برأوا رأس الخوارج من التكفير واتهموا رأس السلفيين بذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الشيخ رحمه الله فيما نقله عن الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. الحلية حلية الأولياء. وقال ابن رجب رحمه الله، وأنتم تعلمون كلام ابن رجب رحمه الله في إنكار المنكر علنا، لكن هذا لا يتعارض مع النصيحة سرا، ولا يتعارض مع حرمة الخروج على ولاة الأمور وغير ذلك. قال رحمه الله: وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. بهذا يتبين لنا أن النصيحة سرا هذه عامة للناس جميعا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من سلطانه شيئا فلا يبديه علانية، هذا فيه التأكيد على أحقية ولي الأمر في النصيحة سرا. وإلا فإن النصيحة سرا، السرية في النصيحة هذه عامة لولاة الأمور وأئمتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا ما يبينه كلام ابن رجب رحمه الله: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما على أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنت ولا بد ففيما بينك وبينه، وهو رضي الله عنه الذي أنكر على علي رضي الله عنه أمير المؤمنين تقتيله لهؤلاء الأقوام بالنار في غيبته، وقال: لو كنت مكانه لقتلتهم بالسيف، من بدل دينه فاقتلوه. فلما بلغ علي رضي الله عنه قال: سألوه لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو لا يعذب بعذاب الله إلا الله. فقائل هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، هو نفسه رضي الله عنه الذي أنكر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علنا في غيبته تقتيله لهؤلاء الأقوام. قال الشيخ حفظه الله: ولله در الشافعي إذ يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه،
وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. في آداب النصح من ديوان الشافعي. والنصيحة سرا هذه خاصة عامة للناس جميعا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من سلطانه فيه التأكيد على هذا الحق وهذا الأصل لولاة الأمر، وأن النصيحة سرا ليست خاصة بولاة الأمر فقط، بل هي لأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء الحديث للتأكيد على أحقية ولاة الأمر في ذلك. قال: وعليه فليس من طرق النصيحة تمريرها على شبكات الانترنت والصحف والمجلات وغيرها إذا لم يأذن فيها المنصوح له، فإن أذن فإنه يراعي الجانب الأخلاقي في التعامل بالنصيحة معه تقصدا لتعميم الفائدة أو تعميم فائدة النصيحة، ذلك لأن هذه الوسائل موضوعة ابتداء للإعلام والتشهير والتبليغ، وقد تستعمل غالبا في بعض الشبكات ووسائل الإعلام للتعيير والإهانة والذم في صورة النصيحة، الأمر الذي يقضي بمنافاتها للنصيحة في قالبها السري الأخلاقي، لأنها بهذا الشكل تدخل في التأنيب والتشنيع كما ذكر ابن القيم رحمه الله. رابعا، قال الشيخ: صيانة اللسان عن ذمهم وتجريحهم وإهانتهم، والامتناع عن سبهم ولعنهم والتشهير بعيوبهم ومساوئهم، لأن ذلك يوجب عداوتهم والحط من قدرهم والانتقاص من شأنهم وفتح مجال الإغارة عليهم بالقدح والطعن يفقدهم الهيبة ويجعلهم محل التهمة، الأمر الذي يخشى من ورائه ضياع الأمة شريعة وأمنا، شريعة بالنسبة للعلماء وأمنا بالنسبة للأمراء والحكام، إذ في اتهام العلماء في أقوالهم ومعارفهم تضييع للشريعة لكونهم أهل الإرشاد والدلالة، وفي فقد الثقة في الأمراء والحكام تضييع للأمن والاستقرار. وضمن هذا المعنى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأفتح قوس لإخواني وهذه من المضحكات المبكيات: الشيخ فركوس حفظه الله كثيرا في فتاواه ما يذكر كلام ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان واللجنة وغير ذلك من علماء الحجاز حفظهم الله تبارك وتعالى ورحم من مات منهم، ثم يوسم بالسرورية. السرورية زين العابدين بن سرور ممن يسم هؤلاء العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس وعلماء السلطان وعلماء بغلة السلطان إلى غير ذلك، ولا يستدل أبدا بأقوالهم بل ينتقدهم. دونك نقل الشيخ فركوس حفظه الله عن العلامة ابن عثيمين قال: ولهذا نرى أن من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء فيملأ قلوب الناس عليهم بغضا وحقدا، وإذا رأى شيئا من هؤلاء يرى أنه منكر فالواجب عليه النصيحة، وليس الواجب عليه إفشاء هذا المنكر أو هذه المخالفة. ونحن لا نشك أنه يوجد خطأ من العلماء ويوجد خطأ من الأمراء سواء كان متعمدا أو غير متعمد، لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا. ولم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وأمرائها، وإلا فما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلم فيه، وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحملت الناس في قلوبها عليه، ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته وتفرقت الأمة بعد ذلك. وما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا هذا؟ خرجوا عليه وقالوا إنه خالف الشرع وكفروا المسلمين معه، وحصل ما حصل من الشر، إلى أن قال: وأرى
أنه يجب الكف عن نشر مساوئ الناس ولا سيما العلماء والأمراء، وأنه يجب إصلاح الخطأ بقدر الإمكان، ولكن بالطريقة التي يحصل بها المقصود ونسلم فيها من المحذور. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من لقاء الباب المفتوح. وهناك أيضا وجدت كلام للشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته الطيبة حقوق الراعي والرعية، حيث قال الشيخ بن باز رحمه الله، عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، حتى يوجه إلى الخير. انتهى كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى: وأخيرا أختم هذه الكلمة بما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله، حيث قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه وتبليغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن نختم مجلسنا هذا بجواب أيضا نقله الشيخ حفظه الله على سؤال ورد إليه في قول السائل: نريد منكم جزاك الله خيرا أن تبينوا لنا حكم التشهير بالحكام على المنابر وفي مجامع الناس، هل هو من منهج السلف الصالح مع التفصيل إن أمكن؟ فأجاب الشيخ حفظه الله، يقول الشيخ فركوس حفظه الله: اعلم أن طريقة أهل السنة في الإنكار على ولاة الأمر وموقفهم من إبداء النصيحة لهم هي وسط بين الخوارج والروافض، حيث إن الخوارج والمعتزلة يجيزون الخروج على الحاكم إذا فعل منكرا، بينما الروافض يكسون حكامهم ثوب القداسة وينزلونهم مرتبة العصمة. أما سبيل أهل السنة والجماعة فوجوب الإنكار، لكن بالضوابط الشرعية الواردة في السنة المطهرة التي كان عليها سلف الأمة. فمنهج أهل السنة والجماعة في مناصحة ولاة الأمر فيما صدر منهم من منكرات أن يناصحوهم بالخطاب سرا وبالرفق كما مر معنا، وهو الأصل: فقولا له قولا لينا، قال الله جل وعلا. هذا إن وصلوا إليهم، أو بالكتابة والوساطة إن تعذر الوصول إليهم، مع التحذير من هذه المنكرات عموما أمام الناس دون تعيين الفاعل أو الإشارة إليه أو تخصيص بعض صفاته التي يعرف بها، كالتحذير من الزنا والربا والظلم وشرب الخمر عموما من غير تعيين، أي يكفي بالإنكار على المعاصي والتحذير منها دون تعيين فاعلها حاكما كان أو محكوما. وعليه فلا يجوز بحال الإنكار على ولاة الأمور في مجامع الناس ومحافلهم، ولا على رؤوس المنابر ومواعظ الوعظ، ولا التشهير بعيوبهم ولا التشنيع عليهم، لأن ذلك يؤدي إلى تأليب العامة وإثارة الرعاع وإيغار لصدور الرعية على ولاة الأمور وإشعال الفتنة، ويوجب الفرقة بين الإخوان. وهذه النتائج الضارة يأباها الشرع وينهى عنها. كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام، والوسائل لها حكم المقاصد. بل إن منهج أهل السنة جمع قلوب الناس على ولاتهم، والأمر بالصبر على ما يصدر عنهم من ظلم للعباد أو استئثار بالمال
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال الشيخ حفظه الله: ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرف ما يأمر به وما ينهى عنه موضوعا وزمنا ومكانا واستعدادا، وأن يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه صابرا على ما يلقاه من الأذى. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: هذا ما شهدت له السنة النبوية والآثار السلفية، وطريقة الإنكار على الولاة مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، وبه نختم مجلسنا هذا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.